نبتدي بغرابيب بصوت. صحيح انكم انتم تحت التهديد من داعش كل طاقم العمل؟ والله شوفي، انا حالك قريت الخبر، بس ما كثير حبيت انه انا اتعمق بالتفاصيل او اسال او انه انا اوتر حالي. خصوصا انه اللي يسالني اسيل جالسه تتابعي العمل؟ لا. فما بالك الاخبار او الفيدباك او ردود الافعال عن العمل. بصراحه ساره انا مبتعده عنها تماما. ليش ما بتتابعي عملك؟ العمل تصويره تم في سنه ونص. دخلنا في حالة اكتئاب بسبب اللوكيشن، موقع التصوير. اللبس، الأجواء، الحوارات لحالها كانت تخليكي مكتئبة من غير ما تحسي. فلما شفت مشهد واحد مع المخرج قلت له من بعد هذا المشهد اللي أنا شفته ما راح أتابع العمل، لأنه أعتقد أنه زي ما يقولوا طلع من خشمي. تعب بالتصوير، كنت محاطة بجو سلبي، فمو حابة أنه أنا أشوف العمل حاليا. ممكن بعد رمضان كذا أتفرغ على رواق وأشوفه. إذا عملنا بس بحث سريع على تويتر في هاشتاج المسلسل حنلاقي بعض التهديدات من بعض. نبتدي بغرابيب بصوت. صحيح انكم انتم تحت التهديد من داعش كل طاقم العمل؟ والله شوفي، انا حالك قريت الخبر، بس ما كثير حبيت انه انا اتعمق بالتفاصيل او اسال او انه انا اوتر حالي. خصوصا انه اللي يسالني اسيل جالسه تتابعي العمل؟ لا. فما بالك الاخبار او الفيدباك او ردود الافعال عن العمل. بصراحه ساره انا مبتعده عنها تماما. ليش ما بتتابعي عملك؟ العمل تصويره تم في سنه ونص. دخلنا في حالة اكتئاب بسبب اللوكيشن، موقع التصوير. اللبس، الأجواء، الحوارات لحالها كانت تخليكي مكتئبة من غير ما تحسي. فلما شفت مشهد واحد مع المخرج قلت له من بعد هذا المشهد اللي أنا شفته ما راح أتابع العمل، لأنه أعتقد أنه زي ما يقولوا طلع من خشمي. تعب بالتصوير، كنت محاطة بجو سلبي، فمو حابة أنه أنا أشوف العمل حاليا. ممكن بعد رمضان كذا أتفرغ على رواق وأشوفه. إذا عملنا بس بحث سريع على تويتر في هاشتاج المسلسل حنلاقي بعض التهديدات من بعض.